بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم راح نشارك معكم وصفة رز مفور في الكسكاس بمقادير اقتصادية متوفرة في كل بيت. باه نحضر معاكم هذا الوصفة نحتاج 3 كيسان رز بسمتي أي نوع متوفر عندكم، ومن المستحسن ما تستعملوش الرز العادي باه ما يتعجن لكمش كي طيبوه. حطيت الروز تاعي في ماء سخون ومن بعد صفيته في كسكاس وخليته يقطر. نحتاجو ثاني بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغار، وزوج حبات طوماطيش مسكرفج، وعندي قزبر ومعدنوس، وعندي ثاني النعناع، وعندي ثاني حوالي 4 فصوص ثوم، وعندي التوابل، عندي ملح، فلفل عكري حلو وحار، فلفل كحل، قزبر، قرفة، راس الحانوت، وعندي كمون. وعندي 2 جمبو دجاج، وعندي حوالي كاس نقص اصبع زيت، وعندي طماطم مصبرة حوالي 2 مغارف كبار. نجيب غيسيبيون ونبدا نحط فيه المكونات تاعي. اول حاجه نجيب الروز تاعي، ومن بعد نزيد نجيب البصل، ونزيد نجيب طوماطيش المسكرفجه، وكان عندي شويه لحم قطعته مكعبات صغار وزدته، وهذا اختياري ماشي شرط، اللي عندها ديري ما عندهاش ما ديرش. ونزيد ندير القزبر والمعدنوس والنعناع، ونزيد نجيب فصوص تاع ثوم نزيد نضيفهم، ونزيد الطماطم المصبرة، ونجيب التوابل تاعي نزيد نضيفهم، نزيد ندير الزيت كأس ناقص اصبع، وكذلك عندي 2 مكعبات جمبو دجاج. نكمل نفتت كامل جمبو تاعي، ومن بعد نروح نجيب مغرف نخلط كامل المكونات تاعي. هاوليك الروز تاعي بعد ما خلطته وجاهز باه نديرو في كسكاس يفور. في هذه الأثناء أنا حطيت الماء فوق النار باش يسخن، باش من بعد كي نعمر الروز تاعي في الكسكاس نحطه فوقه باش يفور. نروح نجيب الكسكاس تاعي هاوليك، ونبدأ نفرغ فيه الروز تاعي، نفرغ كامل الكمية اللي عندي، ونجيب بابي كويسون وبابي ألومنيوم باش نغطي به الكسكاس تاعي. نبدا بالبابي كويسون، ومن بعد نزيد له فوقه البابي ألومنيوم، ومن بعد نغطيه على الكسكاس تاعي ونديه نحطه فوق النار. نخلي الروز تاعي يطيب لمدة ساعة كاملة، وكل 4 ساعة نحل عليه ونحركه باش يطيب كامل كيف كيف.
كما راكم تشوفوا، حركوا غير بالعقل. واحد الريحة الله يبارك. بعد ما جازت ساعة الروز تاعي راه واجد وطايب كما راكم تشوفوا، جا ما شاء الله. نجيب طبسي اللي نقدم فيه ونبدا نعمر الروز تاعي. واحد الريحة في الدار تقول رانا في عيد الكبير. الروز تاعنا جا طيب بالحبة وماشي معجن. هنا نكون كملنا وصفتنا لنهار اليوم. نتمنى تنال اعجابكم وتدعموني وتشتركوا في قناتي وديروا لي جيم وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. نلتقي مع وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.